International Yazidis Foundation for the Prevention of Genocide. شكرا سيدة الرئيسة. اسمي عزيز كالو، ممثل المؤسسة اليزيدية الدولية لمناهضة الإبادة الجماعية. بالرغم من إعلان النصر على تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق، إلا أن قضاء سنجار في العراق تفتقر إلى السلامة والأمان، وذلك بسبب وجود فصائل وأحزاب مسلحة وتدخلات إقليمية، فضلا عن تحديات أخرى تعرقل عودة النازحين إلى مناطقهم. ولا يزال أكثر 1880 فرد إيزيدي و1304 من الذكور، ومن الإناث 1576 مجهولي المصير حسب آخر تصريح صحفي لمكتب إنقاذ المختطفين اليزيديين في ساري مشار الجاري. أما وضع باقي الأقليات في سهل نينوى ليس أفضل بكثير من وضع الإيزيديين. أما في سوريا، ومنذ بدء العمليات العسكرية التي تقودها تركيا وبالتعاون مع الفصائل السورية المعارضة الإسلامية المتشددة، وخاصة في عفرينة وكوباني في محافظة الحلب ومناطق سريكانية وغريسبي، تتعرض الأقليات الدينية والإيزيدية والمسيحية والقومية الكردية الأشورية إلى خطف والقتل والتهجير والتتريق والتغيير الديمغرافي والخطف في المناطق الكردية، وفرض اللغة التركية على أطفالهم في المدارس. وهذا ما أكدته اللجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا في آخر تقرير. نعم، هناك انتهاكات وجرائم يومية بحق الأهالي المنطقة أمام مرأى ومسمع العالم. من هذا المنبر نناشد المجتمع الدولي العمل على وقف الانتهاكات المتواصلة والصراعات الداخلية بين الفصائل المسلحة بهدف الاستقرار الوضع في شمال غرب سوريا رجافاي كردستان، مع ضمان الحقوق الأساسية للشعوب الأصيلة في المنطقة. شكرا لإصغائكم. Thank you. I give the floor to Al Barem,